كباب اوزي وصل اسكندرية قلنا لازم نجربه. وده اول فرع ليه في اسكندرية، موجود في طريق اسكندرية الزراعي بعد نادي الاتحاد. طبعا زي ما انتم شايفين كده، اول ما دخلنا المكان انبهرنا جدا. المكان اكنك داخل القصر، ضخم جدا ودورين، وفي اماكن كتيرة جدا للتجمعات والعائلات والشركات. لو عدد كبير فالمكان كبير جدا. الديكوريشن بصراحة تحفة في المكان، يجنن. مهتمين بكل حاجة وبكل تفصيلة، حتى كمان عاملين مكان للكيدز اريا ومكان للصالة لو حبيت. ده مكان الصلاة، قلتلك بصراحة كانت بوينت عجبتني جدا في المكان. كمان في كيدز اريا، ودي كانت حاجة مهمة جدا للولاد. الكيدز اريا كانت فري. وده المنيو بتاعه، منيو كبير ومتنوع. وطلبنا رز معمر باللحمة وكان جميل جدا بصراحة. وطلبنا رز بالخلطة والمكسرات، والعيش بتاعهم كان طازة جدا وسخن. حتى الكفتة كانت رائعة جدا بصراحة وجوسي كده ومخدومة جدا. وطلبنا كمان صوصة صدق بالكبدة ومن الحاجات المميزة اللي عندهم. اما بقى ما ينفعش تروح كباب اوزي ما تجربش الملوخية. الملوخية دي بقى تاخدك في حتة تانية خالص. من جمال بقى الطاسة طلعنا طاسة تاني، ومحشي ورق عنب كمان. بصراحة تجربة هايلة، انصح اي حد لازم يجربها. لازم تجربوا كباب اوزي، هتنبسطوا جدا في المكان ده وبالاكل كمان وبالفيو الرائع والديكوريشن اللي يجنن. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا معاكم النهاردة. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. باي باي.